ليه السماعه دي واحده من افضل السماعات اللي موجوده في مصر دلوقتي في الفئه الاقتصاديه، صفقه محترمه قوي ومنافس قوي جدا، وهي سعرها اقتصادي جدا، يعني مفيش اي منافس ليها تقريبا في السوق. فتعالى كده بسرعه اقول لك ايه هي السماعه ديت، وناخد جوله كده عن المواصفات بتاعت السماعه وليه هي صفقه كويسه وليه مفيش منافس كويس ليها في السوق دلوقتي. فيلا بينا. السماعه ديت هي الاورايمو فري بادز لايت، واول حاجه هتاخد بالك منها ان هي براند معروف، لان الفئه الاقتصاديه في مصر اغلب اللي هي مثلا بتتكلم في سكه 500 600 جنيه كده 400 جنيه. السماعات اللي موجوده في الفئه دي كلها حاجات كوبي تحت السلم من الاخر، محدش عارف هويتها ايه. دي سماعه من براند محترم ليها وكيل في مصر معتمد زي اتصال، لو حصل للسماعه اي حاجه. كمان السماعه معاها ضمان سنه. نيجي بعد كده للصوت. صوت السماعه كويس جدا بصراحه، مش هيضايقك، مش الصوت الواو، لكن الصوت نقي مش هيضايقك خالص. لو عليته على الاخر الصوت برده بيفضل نقي، بيفقد بس حاجه بسيطه جدا من جودته. البيز بتاع السماعه كويس جدا، وكمان في التطبيق بتاع السماعه عندك ايكولايزر في اكتر من سيم كده للاغاني. نيجي بعد كده للمايك بتاع السماعه. المايك بتاع السماعه جوه البيت مش هتحس ان هو اصلا في اي مشكله، اكنه مايك الموبايل بتاعك بعت بيه كذا ريكورد على واتساب واتكلمت بيه اكتر من مكالمه. المايك كويس جدا جوه البيت بصراحه. يعني بره البيت هو المايك برده هيفضل كويس وصوتك هيفضل واضح، هيلقط شويه يعني دوشه من حواليك، لكن السماعه بتحاول تركز على صوتك انت يعني. وعملت بيه برده مكالمه بالمايك، وبرده المايك كويس، يعني بره البيت المايك كويس ومسموع، يعني اللي انت بتكلمه هيسمعك ومش هيبقى منزعج خالص. طيب تجربه السماعه مع الالعاب. قبل بقى ما نروح لتجربه السماعه مع الالعاب هقول لك حاجه كمان، ان السماعه بيجي معاها تطبيق على الموبايل، الايفون والاندرويد، تطبيق بتاع اورايمو. التطبيق ده بقى بينقل لك تجربه السماعه في حته ثانيه، بينقل لك الصوت في حته ثانيه، بينقل لك تجربه الالعاب على السماعه في حته ثانيه برضه. يعني عندك في الصوت اكتر من مود. في مود اللي هو فوكالز، لما بتيجي يعني لما اجي بسمع قران او اسمع بودكاست وبشغله بيركز على الكلام قوي، والكلام بيبقى واضح جدا بصراحه. ضيف لي كده بقى تجربه السماعه مع الالعاب. تجربه السماعه مع الالعاب مش احسن حاجه وفي تاخير، لكن لما تشغل من جوه التطبيق الجيم مود حرفيا بتحس ان انت جبت سماعه تاني، يعني بدون مبالغه انت بتحس ان هي سماعه غيرها. التاخير بيقل جدا جدا، والسماعه بص بتتغير خالص اول ما بتفعل الجيم مود. والتطبيق بتاعهم محترم، بيقول لك كمان نسبه البطاريه بتاعت كل سماعه من الاثنين ونسبه شحن الكيس. وبمناسبه نسبه الشحن والبطاريه، فبطاريه السماعه هنا مكتوب على العلبه ان هي بتقعد 40 ساعه، بس انا بقول لك عن تجربه هي ممكن تقعد معاك فعلا 3 4 ايام مستريح. يعني انا قعدت بيها حوالي 9 ساعات بشحنه واحده، ما حطيتش السماعات في الكيس مره، يعني طول اليوم انا مطلعها من الكيس وبستخدمها، فادت معايا الغرض وزياده. يعني هو المفروض ان السماعتين بره الكيس بيقعدوا 7 ساعات، لكن لما جربتهم قعدوا يعني اكتر من كده شويه لو انت مش معلق على الاخر. فالتجربه بتاعت البطاريه اكتر حاجه عجبتني في السماعه، اكتر حاجه عجبتني تجربه البطاريه بصراحه. غير بقى التجربه بتاعت البطاريه المثاليه ديت، بالنسبه لي بصراحه تجربه مثاليه. السماعه يعني ادت معاها الغرض وزياده. ضيف لي كده ان السماعه ما بتاخدش وقت عشان تشحن. هي السماعه اصلا تايب سي، وبيجي معاها في العلبه زي ما انت شايف كده كابل شحن يعني، وكابل كويس، وبيجي معاها جلب كمان لو عايز تغير المقاس على ودانك او كده. والجلبه دي بتعزل الصوت اصلا من غير ما تشغل اي حاجه اول ما تركبها في ودانك. فرجوعا لحته البطاريه ديت، ان السماعه بتشحن اصلا في تقريبا اقل من نص ساعه. يعني السماعات لما تحطها في الكيس هتتشحن بالكامل في اقل من نص ساعه، وهتطلع تشتغل معاك حوالي 7 8 ساعات. فانا شايف تجربه البطاريه بصراحه تجربه مميزه. ولما دورت في الفئه بتاعت السماعه لقيت ان هي تقريبا اكتر سماعه تديك وقت تشغيل. لقيت سماعه ثانيه من ريلمي بس الوقت بتاعها اقل بكتير من السماعه ديت. فتجربه البطاريه هنا جميله جدا. نروح بعد كده للحاجه برده اللي ابهرتني بصراحه في السماعه، وهو مدى البلوتوث. البلوتوث بتاع السماعه هنا بلوتوث 5. فانا عايز اقول لك ان المدى بتاع السماعه بعيد جدا. يعني انا كنت بسيب الموبايل جوه في الاوضه، بخرج بره خالص والصوت لسه شغال ما بيقطعش ولا اي حاجه وكويس. فمدى السماعه بصراحه هنا كويس جدا، يعني 7 8 متر كده، هم كاتبين 10 بس يعني اللي انا جربته بتاع 7 8 متر كده كان كويس جدا بصراحه، ما قطعش معايا خالص. في النهايه السماعه دي صفقه كويسه عشان الحاجات اللي هذكرها لك دي. اول حاجه السماعه بتيجي من براند محترم زي ما قلنا. ثاني حاجه بيجي معاها ضمان سنه، وفي وكيل في مصر تقدر تروح له بالسماعه لو حصل فيها اي حاجه. ثالث حاجه السماعه بيجي معاها تطبيق على الموبايل بتعرف منه تفاصيل الكيس والسماعه. فكره ان في تطبيق اصلا على سماعه ب 500 600 جنيه دي حاجه اصلا يعني حاجه كويسه جدا. الصوت كويس والمايك كويس وتجربه الالعاب. فانا مش شايف في عيب في السماعه بصراحه، يعني مفيش حاجه ضايقتني، مفيش عيب في السماعه ضايقني. فانا شايف ان الكومبو ده كله بيديك سماعه كويسه جدا، خصوصا ان السعر بتاعها اقل من 600 جنيه. ملحوظه بس يا شباب، وانا بمنتج الفيديو سعر السماعه للاسف زاد عن ال 600 جنيه، وصل دلوقتي حوالي 630 او 650 جنيه. فرق مش كبير ولسه صفقه كويسه، فوجب التنبيه بس قلت اعرفكم. وهنسيب لك ارخص سعر للسماعه، لينكات شراء ارخص سعر للسماعه في الديسكربشن في قناه التليجرام عندنا. بس كده دي كانت كل حاجه معانا في الفيديو بتاع النهارده عن السماعه. لو في اي حاجه مش واضحه اكتب لنا في الكومنتات وقول لنا عايز تشوف الفيديو الجاي عن ايه، وانت اكيد شايف الموجود بتاع الفيديو يعني، فمش هقول لك بقى تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي، خلاص بقى احنا كبرنا على الحاجات دي. بس كده اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، وما ننساش الاخوات في فلسطين.